كتير الفترة اللي فاتت بنسمع الناس بيستخدموا كلمات الاكتئاب لوصف مشاعر طبيعية بيعدوا بيها في حياتهم. يا جماعة، هو تشخيص الاكتئاب مش مجرد لفظ أو شعور حد ممكن يحكم على نفسه بيه، ده معايير نفسية لازم نستوفيها علشان ندي تشخيص الاكتئاب والدرجة بتاعته ونوعه والأعراض المصاحبة. فالموضوع مش بالبساطة دي. لكن انت لما تقعد توصف مشاعرك الطبيعية المبنية على الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والحياتية ان هي اكتئاب، انت هتلاقي نفسك بتعيش جوه الاكتئاب وتبدأ تنقل المشاعر السلبية للمحيطين اللي حواليك. فلو انت حاسس ان مشاعرك صعبة ومؤلمة ووحيد جدا الفترة اللي فاتت ومتغيرة عن زمان ومؤثرة على حياتك ونجاحك ومش عارف تكنترول عليها، الجأ افضل لمتخصص. لكن ما تقعدش تشتكي لزمايلك واصحابك وتنشر في وسطهم الافكار السلبية وانت نفسك تبدأ تطفي وتعيش في الاكتئاب. انت ممكن تروح لدكتور يقول لك لا، انت ما عندكش اكتئاب، انت اللي عندك اضطراب مزاج تفاعلي طبيعي ومنطقي جدا لضغوط الحياة. فما تطلقش المصطلحات الطبية في غير مكانها الصحيح والجأ للمتخصص افضل. واحنا في يوتوبيا هنساعدك توصف مشاعرك بشكل افضل بإذن الله.